انا هسمعكم الكلام اللي انا قريته. اوكي، هسمعكم الكلام اللي انا قريته. بدأت وقلت: ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي، صنعت يدي صناع، سرة الكأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج، بطحك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن، ثدييك خشفتي توأمي ظبية، عنقك كبرج من عج، عيناك كالبرك في حشبون عند باب بس ربيم، أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق، رأسك عليك مثل الكرمل، وشعر رأسك كأرجوان، ملك قد أسر بالخصل، ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات، قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيق. قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بوزوقها، وتكون ثدياك كعناقيق القرن، ورائحة أنفك كالتفاح، حنكك كأجود الخمر. أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، تعالى يا حبيبي لنخرج إلى الحق ولنبت في القرى، لنبكرن إلى القرون، لننظر هل أظهر القرن، هل تفتح القال، هل نور الرمان، هنالك أعطيك حبي. كملت كده هو شوية آيات. وافتكر برضو جزئية هنا هو ان الكتاب اللي معايا بيجي عند الحتة بتاعت وحنكك كأجود الخمر ويسكت، لكن قريت على النت في ترجمة الفان دايك بيقول وحنكك كأجود الخمر ويكمل لحبيبي السائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين. دي في ترجمة الفان دايك، دي مش موجودة في الكتاب اللي معايا. ما علينا. وكملت قراية وقريت سفر حزقيال اصحاح 23 عن أهولة وأهوليبة، وقريت وكملت. وأكثرت زناها بذكرها أيام صباها. طبعا ده كتابي المقدس اللي أنا بأمن بيه، ده كتابي. زمان المسلمين طبعا مش عاجبهم الكلام، أنا عارفة، بس ده الكتاب المفروض اللي أنا بتعبد بيه، الكتاب اللي هو بقول عليه كلام ربنا، وقريته على الناس. غلطت في حاجة وكملت. وأكثرت زناها بذكرها أيام صباها التي فيها زنت بأرض مصر، وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل. وافتقدت رذيلة صباكي بزغزغة المصريين. عارفين انتوا الباقي؟ انا مش مكسوفة برضو اقول الكلام، انا مش مكسوفة، انا ممكن اقوله عادي، بس يعني مش يعني ممكن محدش يقطع عليا المايك وانا بقول الكلام. هكمل. وافتقدت رذيلة صباكي بزغزغة المصريين ترائبك لأجل كذي صباكي. لأجل ذلك يا أهوليبة هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أهيج عليك عشاقك الذين دفتهم نفسك، وآتي بهم عليك من كل جهة. وكملت وقريت برضو، قلت: فيعاملونك بالبغضاء ويأخذون كل تعبك. أنا عمال أقرأ، أنا شايفة تعبيرات الناس حواليا وعمال أقرأ مش مني وساكتة. قلت يمكن حد يطلع دلوقتي يقول لي الكلام ده كلام ربنا، قلت يمكن حد دلوقتي يطلع يقول لي الكلام دوت، ده الكلام ده جميل، ده كلام ربنا دوت، انا عايزه اؤمن بالكلام ده. وكملت. فيعاملونك بالبغضاء ويأخذون كل تعبك ويتركونك عريان وعارية، فتنكشف عورة زيناك ورذيلتك وزيناك. افعل بك هذا لانك زنيت وراء الامم، لانك تنجست باصنامهم. دخلت على سفر الامثال اصحاح 7 وقريت: عطرت فراشي بمر وعود وقرفة، هلم نرتوي ودا إلى الصباح نتلذذ بالحب، لأن الرجل ليس في البيت، ذهب في طريق بعيدة، أخذ زارة الفضة بيده، يوم الهلال يأتي إلى بيته، أغوته بكثرة فنونها، بملك شفتيها طوحته. طبعا أنا عارفة التفسير بتاع الكلام، ومش مستنية حد يقول لي التفسير بتاع الكلام ده ايه، ولا الرموز دي بترمز لايه. عارفة ثدياكي معناها ايه، وعارفة فخذيكي معناها ايه وبترمز لايه، وعارفة الزنا يعني البعد عن طريق الرب، وعارفة معناه ايه. والكلام دوت انا قريته 100 مرة وقريته قرايه. انا ما بتكلمش خالص على التفسير، ولا اعتراضي على التفسير ولا على اي حاجة. انا اعتراضي هنا ازاي الرب يقول كلام
تشمئز منه القلوب واشوف تعبيرات الناس اللي انا شفتها دي ازاي. انا عماله اقرا واقرا والاقيكم البنات اللي واقفين حواليا قاعدين كده عمالين يضحكوا ويحطوا ايدهم على بقهم كده ومكسوفين كانهم شافوا منظر قبيح، منظر زباله يعني. انا المفروض بقرا كلام ربنا، اهو كلام ربنا، كلامك لربنا اتقابل بهم بقى من دولت مش مشكله خالص، البنات دولت مش مشكله خالص، دي بسيطه. اللي هتشوفوه بقى دوت هو الانيل. المفاجاه اللي انا يعني ما كنتش متوقعاها خالص، لقيت شاب جاي من ورايا وبيكلمني، جاي كده بيوطي على ودني كده. تخيلوا بيقول لي ايه؟ تخيل يا سوق كده بيقول لي ايه لما سمع كلامي، لما سمع كلام المفروض ان هو يبقى كلام ربنا. اسفه على الجمله اللي هقولها، بس انا لازم اعيشكم اللحظه اللي انا عشتها عشان تحسوا بيا، علشان حد مسيحي يحس باللي جرالي ويحس باللي جرالي بسبب الكلام ان انا مؤمنه ان هو كلام ربنا وقريته على الناس. تخيلوا يقول لي ايه؟ قال لي ايه يا مزة، هي طلبت معاكي هنا ولا ايه؟ شفتي عارفه كلامك؟ قال لي ايه يا مزة، هي طلبت معاكي هنا ولا ايه؟ دي نتيجة كلامك، دي نتيجة كلامك. ليه اسمع الكلام دوت وانا بقرا كلامك؟ ليه اسمع الكلام؟ ليه اسمع تعليم الواحد يكلمني بطريقه كاني واحده شاطره من بنات الشوارع، من بنات الليل كده، ويقول لي كلمه زباله زي دي؟ ده جزيت ان انا بقرا كلامك على الناس لو انا عايزه ابشر بالمسيح وقريت الكلام دوت، ده جزيت ان انا اسمع كلمه زي دي. رحت بصله كده، رحت بصله وقايله له ده كتاب انا بقرا منه، كتاب عجبك الكتاب دوت؟ راح قايل لي 100 100 ورفع لي ايدين الاثنين كده وقال لي 100 100 ما تيجي نذاكر سوا. قلت له خلاص خده ما دام عجبك. اديته له ومشيت. سبت الدنيا كلها وسبت صاحبتي وسبت المحطه وسبت الناس كلها ومشيت لوحدي لحد البيت وانا مفلوقه من العياط 7 محطات كاملين. وانا عماله بكلم نفسي بقول لي ليه اللي حصل لي دوت؟ ليه اسمع الكلام دوت وانا بقرا كلام ربنا؟ ليه بقيت هتجنن. طب هي البنت المسلمه اللي قرت كتابها سمعت كلمه زي دي، هل في ولد جالها من وراها كده وقال لها الكلمه اللي انا سمعتها؟ هل كتابها كتبها زي ما كتبتني؟ لا ما حصلش. فكل اللي واقفين كانوا معجبين بيها، ده انا نفسي اعجبت بيها بشجاعتها وبجرأتها.